رح شوفوا هذا الفيديو، اللقاء اللي صار بيني وبين أخي بعد 15 سنة من الفراق. إلي 15 أكتر من 15 سنة كمان ما شفت أخواتي. أنا بالسعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين قناة عائلة العقيد، مشاهدين من مشتركين وغير مشتركين اللي بدهم يضغطوا هلا زر الاشتراك. إلي 15 أكتر من 15 سنة كمان ما شفت أخواتي. أنا بالسعودية وأخي وأهلي يعني كل واحد بمكان. في أخي بسوريا، كان بمصر ونزل على سوريا وإجا بحملة عمرة والتقيت فيه. يعني أول ما بيجي حيروح مباشرة على المدينة المنورة. نسقت أنا وياه بحيث إنه نجتمع بالمدينة المنورة ونروح نعمل عمرة سوا. يعني صار معي ظروف غصب، يعني غصبتني إنه ما أضل معه طول الفترة، لكن شفته، اجتمعت أنا وياه وقعدنا 4 أيام. بدكم تعذرونا لأنه أساسا كنت طالع لحالي، يعني ما قدرت آخذ حدا معي من أولادي بحكم الدراسة وكذا، يعني ما بقدر حدا يطلع معي. فكان التصوير يعني مش ولا بد. يعني ما كان همي إنه أصور على قد ما كان همي إنه أشوفه. لكن صورنا اللي بنقدر عليه. وكان في مع أخي ابن حماه، يعني أخو زوجته، هو اللي صور وأخذت منه الفيديو الأهم اللي اجتمعنا فيه. أنا ما كنت فاضي، أنا حطيت الكاميرا من جوا السيارة، لكن يعني التصوير كان تعبان. لكن الحمد لله أنقذنا أبو ماجد، يعني يصور فيديو يبعث لجروب العائلة إنه إحنا طلعنا، إحنا وصلنا لكذا. وأنا كنت يعني نسق أنا وياه. وهذا الفيديو أول ما طلع من على الباص. السلام عليكم. هلا ان شاء الله انطلقنا. هلا مش الباص، الحمد لله رب العالمين. طريقنا الى مدينة منورة اول شيء ان شاء الله. ادعوا لنا بالتيسير، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكتب المفروض الجميع كان يطلع جميعا. معهم شيخ، الله يرضى عليكم جميعا. يعني هو اللي مدير الرحلة، لكن سبحان السلام الله عليكم شفته ما اخواننا مشي. الكرام. أخي نحن محمد ننطلق الميكروفون مع قاعد شيخ، يتذكر شوي. والمفروض يكون في معنا شيخ يعني بالرحله، اللي قالوا يعني بعمل يشجعنا تذكير مشان فضاء العمر. ويذكرنا. فما طلع معنا، فقالوا لنا انه التاشيره تبعه سبحان الله ما تيسرت. فبما انه ما عندنا شيخ، لو حبيتوا هيك نحكي شوي بس عن فضائل العمره اللي نحن الله سبحانه وتعالى يعني كتب لنا اياها. نسال الله انه نوصل بالسلامه جميعا. ان شئتم تكلمنا، وان ما شئتم هذا الامر عادي لكم، يعني عشان ما نفرض نفسنا على احد. طبعا رح نقول من جوجل نحن يعني ما لنا مشايخ، الله يتوب علينا. انا مثل حكيت كون عامي جدا، لكن يعني بنحب الدين، نسال الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ورد في السنه النبويه عدد من الاحاديث النبويه يدل على فضل العمره وثوابها. والعمره الى بيت الله الحرام من فضائل الاعمال التي حث عليها الشرع، وينبغي للمرء المسلم الذي يريد العمره ان يتعلم احكامها حتى يؤديها على الوجه المطلوب. فعليه ان يتعلم ما يجب على المعتمر وما يستحب له، كما أن عليه أن يتعلم ما يجتنبه المحرم مما قد يفسد عليه عمرته أو ينقص من أجرها. فمن فضائل العمرة غفران الذنوب وزوالها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري. والكفارة أن الحسنات يذهبن السيئات. ومن فضلها إكرام الله لضيوفه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. رواه ابن حبان وابن ماجه وحسنه الألباني. ومن فضائل العمرة أنها تنفي الفقر كما تنفي الذنوب. في هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما تنفي الذنوب بالمغفرة كما ينفي الكيل خبث الحديد. رواه الترمذي. وفي الحديث استحباب متابعة الحج والعمرة. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة في العام التالي في ذي القعدة حيث صالح المشركين، وعمرة الجعرانة وفيها وزع النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، وعمرة في حجته صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. ومعلوم أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد، كما قال ابن الجوزي رحمه الله: ومن هنا كان للعمرة في رمضان ثواب مضاعف. وقال ابن بطال أن ثواب العمرة في رمضان يعدل ثواب الحج، لكنه لا يقوم مقامه في إسقاط الفرض.
ومما يلحق بالعمرة من فضائل ما ورد في أجر الطواف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع أخرى إلا كتب الله له حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. رواه أحمد والترمذي والحاكم وابن خزيمة وحسنه الشيخ أحمد شاكر. وما ورد في فضل نفقة العمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها: إن لك من الأجر على قدر نصبك. النصب هو التعب، على قدر نصبك ونفقتك. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. وما ورد في فضل الحرمين عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. رواه أحمد وابن ماجه بسندين صحيحين، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هون هي الصورة بعثوا لنا إياها أول ما طلعوا من الحدود السورية. بعدين دخلوا وصلوا لمكان قالوا لي يعني تقريبا 5 ساعات ونص بيوصلوا على المدينة. فأنا طريقي من هون للمدينة 4 ساعات ونص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمود من حوالي نص ساعة تقريبا بعت لي انه بقيان شي 5 ساعات ونص لحتى يوصلوا. فأنا هون انطلقت على المدينة المنورة عشان أنا بدي أوصل قبل منهم. أنا هلا أتحرك باتجاه المدينة. باقي تقريبا لأوصل 4 ساعات ونص. هذا بوصل قبلهم إن شاء الله. بالاستراحة. قاعد الاستراحة أنا. شوف عجيبة. الكلاب والقطط كلهم مع بعض. كلاب وقطط كلهم قاعدين جنب بعض. هلا هون كان في قطة بالنص قاعد جنب هذا الكلب. يا جماعة الإعدادات متغيرة هون. مين العباب بالإعدادات؟ حكونا. اتصلت على أخي وقال لي طبعا هن اشتروا خط سعودي مباشرة عشان أقدر أتواصل معهم أول ما دخلوا السعودية. تواصلت معهم قالوا لي لسه بدنا شي 3-4 ساعات واستراحوا، وقفوا بالاستراحات كتير. فأنا وصلت على استراحة لحالي أريح شوي قبل ما أمشي. أنا ما كنت نايم، فقت من النوم طلع أخي باعت لي رسالة قال لي بدنا نوقفوا باستراحة وبدنا نضلوا لبعد صلاة الفجر. أنا ما عاد فيني أتحمل بصراحة. أنا لما شفت اللوكيشن نحن حاطين الموقع المباشر بيني وبينه عشان نشوفه. فطلعت هيك يعني هو بده ليمشي 3 ساعات تقريبا. فقلت لحالي أنا مالي قادر أصبر. بدل ما أروح على المدينة حطيت الموقع تبعهم ورحت باتجاههم. مالي قادر أصبر. مشيت، لكن بعد ما مشيت وصرت ماشي أكثر من ساعة بعثت رسالة أخي الجماعة اللي معه كلياتهم ضاجوا على سواق الباص وقالوا بدك تأخرنا وكذا ومدري إيش، عصبوا عليه ما خلوه يمشي. وأنا وصلت وين؟ نص الطريق. أخذت طريق مختصر وصلت بنص الطريق وهن كانوا يعني رح يوصلوا على النقطة اللي اجتمعنا أنا وياهم. طبعا شايفها على الموقع المباشر يعني سبقتهم، يعني وصلت أنا للطريق العام تبعهم قبل ما يوصلوا هن. دخلت الطريق العام واتجهت، صاروا هن جايين أنا رايح. مروا من قدامي أنا شايف بالموقع المباشر، بأول يوتيرن عملت يوتيرن ورجعت وراهم، صرت وراهم. وهلأ المشاهد أول ما اجتمعنا حتشوفوها. هلأ أول ما اجتمعنا أنا شايف الباص وماني قادر أوصلهم. وهذا الباص اللي فيه أخي. تخيل قدامي ماني قادر أوصل. مترين بيني وبينه، 2-3 بيني وبينه، ماني قادر أوصل له. هاي محمد خير، هاي سيارة محمد خير لحقنا. سبحان الله. محمد خير يعني أنا لسه في بدنا شي نص ساعة لسه لحتى انزل وعانقه. لا إله إلا الله. لأول مرة ينذكر اسمي. الباص حاليا ما بوقف، ما حيوقف غير على الميقات مباشرة. فأنا حضل وراهن لحتى نوصل إن شاء الله. اللقاء في الميقات. بانتظارك يا حبيبي. المهم هون المشاهد الأولى أول ما وصلنا على الميقات أبيار علي. هذا الباص اللي فيه أخي
قدام الباص نحو وصل. أنا كل ما عم قرب أخيرا متر كل ما بقول أخيراً. كل ما قرب متر بقول يلا هانت الدقايق عم تقل لأوصل له. أنا ضليتني ماشي ورا الباص، لكن الباص له مدخل خاص وأنا ماني عارف إنه كان الموظف الواقف على هذا يخليني أدخل. أنا السلام عليكم. هو حق معه لكن أنا عصبت. يعطيك العافية. لك شو صار هيك بدي فوت اخذ شخص وارجع ما رضي. عصبت. كلكم عم تقولوا شو شعوره هلا. هالكم متر اللي مشيهم الباص حسيتهم مع الباص أنا معه. كلياتها اللي مشيتها مع الباص أنا. ما كان يوقف. حسيته ما كان يوقف. لك أنا مع الباص. لك أنا مع الباص بس على طول اطلع على طول اطلع. لك أنا مع الباص. هو معذور العامل وانا معصب. هلا حتشوفوا اخي اول ما نزل من الباص لغايه ما وصل لعندي. شوف هذا تصوير ابو ماجد الله يجزاه الخير. خليك انه عنه خليك. اخوه صار له 15 سنه ما شافه هلا. والله اي والله. يا الله يا رب. خيره محمد خير بسم الدلع خيره. لما كان بتزيد يعني النفس. هي ابو عمر وابو علاء رح يلتقوا بعد 15 سنه. الله جمعهم بعد 15 سنه. لا اله الا الله. بعمره الواحد ييأس من رحمة الله. الحمد لله. يا رب العالمين. شو نوصل؟ أنا ما جئت. علي. أنا ما جئت. الو الغالي. هلا أبو عمر. هذا ماجد هذا حبيب والله بنعتبره اخ. ما عم بشبع سلم عليه. هذا هو كان اللقاء بعد ما انا نزلته من هي اول صورة صورناها بعد ما اجتمعت انا وياهم. طبعا انا نزلته من الباص وكملنا نحن لحد ما تركنا خليتهم يتركوا الحملة. اخي يعني بده يروح على مسجد رسول اول شيء. فكانت اول شيء انه اخذتهم ورحت على مسجد رسول. هون طريقنا جينا المدينة ينزل نبينا زرنا وصلينا وسلمنا عليه وجينا. زرنا وصلينا وسلمنا عليه وجينا. دينا المدينة بالحضرة وبالباب قبلنا الأعتاب. بالحضرة وبالباب قبلنا أعتاب. وغمرنا النور. الله 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 من رب غفور. الله 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 وغمرنا النور من رب غفور. وجابنا النور رب الأرباب. الله 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 وهللنا وكبرنا وهللنا وكبرنا سبحنا للوهاب.
هلا بده يروح عند الرسول، ما في. غير عند الرسول ما بقبل. رايحين عند الرسول يا جماعه. ما يصدق. كان لوقت ما انطلقنا باتجاه مسجد الرسول، في مصور كل شيء، وكان لقاءه يعني دخول مسجد الرسول كان شيء رهيب رهيب. إذا تحبوا أعمل لكم فيديو تاني أورجيكم لما رحنا مسجد الرسول بعد ما عملنا العمرة، بعد ما رحنا على جبل النور، رحنا على غار حراء، قعدنا بغار وصلنا للمكان اللي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، قعدنا بنفس المكان اللي قعد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا بتحبوا اكتبوا لنا بالتعليقات إذا كان بدكم تشوفوا فيديو تاني أحكي لكم تفاصيل تانية. اكتبوا لنا بالتعليقات إذا عجبكم الفيديو، شلون كان اللقاء، عجبكم ولا ما عجبكم. طبعا التصوير كان يعني شوي مش ولا بد، لكن يفي بالغرض. أهم شيء إنه تشوفوا ورجيتكم يعني فرحتنا شلون اجتمعنا وكذا. والله يجمع كل غايب بحبايبه، ترجع البلاد أمن وأمان لكل البلاد، ويرجع كل غايب لوطنه. الله يسعدكم، لا تنسونا من اللايك والشير والاشتراك، ونشوفكم بفيديو تاني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وكبرنا سبحنا للوالد.